السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم عن معادلتين VLOOKUP في خلية واحدة أو في مكان واحد. أنا عندي هنا إبراهيم ده جايب في مادة اللغة العربية 50 وفي مادة الإنجليزي 60. أنا عايز أجمع الاتنين مع بعض، عايز أبحث عن الرقمين داخل الجدول دوت وأجمعهم مع بعض في خلية واحدة. أعملها إزاي؟ أعملها من خلال معادلة VLOOKUP أو دالة، لأن هي دي دالة البحث المعروفة. من fx هختار VLOOKUP واروح هنا القيمة اللي انا هبحث بدلالتها هي ابراهيم. اضغط على زرار تاب عشان انزل تحت في التيبل اري. تيبل اري هيبدأ من اول A لحد D. اضغط على تاب عشان انزل تحت. انا هبحث الاول عن مادة العربي. مادة العربي الكول اندكس نمبر ده معناه ان العمود اللي انا هاخد منه القيمة اللي بدور عليها رقمه كام في الجدول اللي انا حددت من A ل D. هبدأ اعد من A 1 2 3. اكتب هنا 3 وانزل تحت اكتب 0 واوكي. دي اول حاجة. طيب انا عايز ابحث عن مادة الانجليزي في نفس الجدول. هروح هنا احدد دي كده بالماوس واخدها كوبي واضغط هنا زائد واعملها كليك يمين بيست. وطبعا انا كنت كاتب ان رقم العمود اللي بيدور عليه في الجدول ده هو التلاتة العربي. انا عايز بقى في المعادلة التانية اللي انا عملتها ادور على العمود رقم 4 الانجليزي، فهمسح كلمة 3، همسح رقم 3 واكتب 4. كده انا استخدمت الاتنين. لو جمعت ال50 وال60 هيطلعوا 110. لو انا عملت وقفت هنا كده عند النقطة الصغيرة اللي في الخلية دي اللي اسمها اوتو فيل، ضغط دبل كليك هيجيب لي ان جمعة جايب 200 من 200. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك عشان تشجعنا نقدم فيديوهات تانية، وما تنساش السبسكرايب. لو عندك اي استفسار ادخل على الجدول تحت الفيديو، ادخل على الجروب تحت الفيديو وبعت لنا سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.